السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيك يا عزيزي المغربي. جمهور المنتخب المغربي أنا عامل لكم فيديو عشان نناقش قائمة المنتخب المغربي. تقول لي اشمعنى قائمة المنتخب المغربي؟ هقول لك ليه، بس لازم أقول لك الأول حاجتين. نمرة واحد، ألف إيه؟ كل سنة وأنت طيب وعيد سعيد عليكم جميعا يا رب، والسنة الجاية إن شاء الله جميعا على صعيد عرفات ربنا يتقبل من الجميع. الحاجة التانية، ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير الجميل، عايزين نزق مع بعض السبسكرايب في أول 1000 كده قبل كأس العالم. وتعالى اقول لك ليه المنتخب المغربي يا باشا، لان بسم الله ما شاء الله، وانا بقول ما شاء الله تاني كمان اهو، القايمه غنيه جدا جدا باللعيبه، وايا كان المدرب هيدخل مين ويطلع مين ويستبعد مين ويستدعي مين هيحصل فيه خلاف، هيحصل فيه خلاف لانها قايمه غنيه بالنجوم. يعني انا شفت قائمه منتخب الدول العربيه، المنتخبات العربيه، ممكن نختلف على اسم اسمين، انما المنتخب المغربي تعالى اقول لك انا مختلف على مين. انا مختلف على فرقه، انا مختلف على فرقه الاسامي التي لم يتم استدعائها، ولا من وجهه نظري كان ممكن يتم استدعاء، كان من الممكن يتم استدعائها. تعمل فرقه، تعمل المنتخب المغرب بي يخش كاس العالم عادي جدا، يلعب البرازيل بكره الصبح عادي جدا. ببالغ؟ لا، تعال اقول لك الاسامي هي كالاتي. افتح يا عم. الاسامي كالاتي: يوسف النصيري، حكيم زياش، سفيان بوفال، الياس بن صغير، الياس اخوماش، ادم مسينا، جواد اليميق، حمزه ايغمان، عبد الحميد اياد بودلال، اسماعيل بعوف، عمران لوزة، محمد الشيبي، ريان بونيدا، ياسر زبيري، عثمان مغمه، يانيس بكراوي، توفيق بن تايب، وسفيان الكرواني. كل دول لعيبه لم يتم استدعائهم في كاس العالم. تخيل كل دول لعيبه لم يتم استدعائهم في كاس العالم لقائمه كاس العالم. تقول لي ده منتخب بجد. يعني انت بتتكلم في محتاج ايه تاني؟ انت محتاج ايه تاني؟ ده في انديه بتتنشأ على ده. طيب خليني اتفق قبل ما نناقش الاسامي وهاجم المدرب لازم نتفق على حاجه. نمره واحد، محمد وهبي مدرب ماسك المنتخب جديد، فالراجل ليه فكره. الاسامي دي اغلبها من ارث وليد الركراجي، وده كان اسلوب لعبه وطريقه لعبه وفكره، فهو كان بيجيب اللعيبه اللي تناسب فكره. اما وان في مدرب جديد ففكر نوعا ما مختلف، حتى لو هيحافظ الى بقدر كبير على ارث وليد الركراجي، لكن لازم نتفق انه محمد وهبي اكيد عنده فكره، وفي لعيبه تانية هي اللي ممكن او مختلفه هي اللي ممكن تعمل له الفكر ده، فما نلومش عليه لو استبعد حد وخلى حد. لكن انا عندي 4 لعيبه انا شايف ان حرام لم يكونوا ينضموا. هنبتدي من الاسفل للاعلى، من الرابع او الاقل اهميه للاول. الرابع مين؟ وجهه نظري الرابع اخونا سفيان بوفال. خليني قبل ما اقول لك اكلمك عن سفيان بوفال، انا تقييمي ده او وجهه نظري مبنيه على اخر 4 بطولات شارك فيها المنتخب المغربي في اخر 4 سنين او 3 سنين ونص، ابتداء من كاس العالم قطر 2022 وصل لنصف النهائي، مرورا بدوره الالعاب الاولمبيه 2024 اتلعبت في فرنسا من سنتين، وكان فيها المنتخب الاول مطعم ب3 من المنتخب الاول، المنتخب الاولمبي مطعم ب3 المنتخب الاول، مرورا بكاس العرب اللي اتلعبت من اقل من سنه مثلا، من اقل من سنه، انتهاء بكاس افريقيا اللي لعبت الشتاء الماضي. تمام. فبالتالي 4 بطولات كبيره، 2 عالميه و2 قاريه، او واحده قاريه واحده اقليميه ايا كان، شفنا فيهم المنتخب المغربي بصور مختلفه. فريق اول لكن بي، فريق اولمبي مطعم بالاول، فريق اول كاملا، قول زي ما انت عايز. فبالتالي تعال نتكلم بقى على الخيارات. فاحنا شفنا اللعيبه دي عشان كده بتكلم. فزي ما قلت لك انا في بتاع 11 12 اسم، لكن هختار ال4 لعيبه اللي فعلا فرقوا معايا. وزي ما قلت لك رقم 4 هو سفيان بوفال. الراجل ده كان مهاري جدا جدا جدا، واوجد لك حلول في كاس العالم وفي كاس العرب. المنتخب المغربي بسم الله ما شاء الله متعه للبصر. سفيان بوفال ده متعه للبصر. الراجل ده محترم، اللي بيلبس شورت طويل كده بيغطي ركبته، زي ياسين ابراهيم بتاع الجزائر. مرعب، شيخ كده. هو راجل جميل سفيان بوفال ده جميل، مهاري، وكورته فعلا حلوه. انا زعلان لان انا الراجل ده انا بحبه وبحب مهاراته جدا. طيب المركز الثالث مين؟ المركز الثالث الياس اخوماش ده اللي شفناه في الاولمبياد الماضي مع عبد الصمد الزلزولي، عملوا ثنائيه مرعبه. الياس اخوماش ده كان رهيب. انا زعلان، الواد ده كان خطير. الياس اخوماش زعلان عليه انه ما راحش. طيب مين تاني المركز الثاني؟ المركز الثاني مناصفه بين 2 لعيبه. ليه 2 لعيبه؟ هقول لك الاسامي: يوسف النصيري وجواد اليميق. الاثنين دول فيهم حاجه مشتركه. مين يقول لي؟ اكتب في التعليقات كده مين ايه المشترك.
الاثنين بيلعبوا في دوري روشن السعودي. الاثنين دول بيلعبوا في دوري روشن. فدوري روشن يا جماعه ما هوش دوري سعودي، ما هوش دوري محلي، ده دوري عالمي. انت بتشوف مين المنافسين، خصوصا ان يوسف النصيري بيلعب في الاتحاد السعودي. الاتحاد السعودي ده انت بيلعب جنبه مين؟ بيلعب جنبه حسام عوار وفابينهو ودومبيا وديابي وبرجوين ورايكوفيتش. اسامي تقيله ما اعرفش ازاي ودانييلو بيريرا ما اعرفش ازاي لم يستدعى. ده غير ان هو بيلاعب مين كل اسبوع؟ بيلاعب فرق النصر والاتحاد والهلال والتعاون والقادسيه والخليج. سكواد. فلا يوسف النصيري مستواه نازل عن كاس العالم لكن يوسف النصيري ما تنساش انه راجل بيديك حلول مش موجوده عند اي حد منتخب المغربي. ضربات الراس، ارتقاءاته وضربات راسياته خطيره، بالذات في الضربات الثابته. هنفتقده جدا. المنتخب المغربي هيفتقد حل مهم من الحلول. وما تنساش مباراه اسبانيا والبرتغال في كاس العالم اللي فات، دور 16 ودور الثمانيه، كان حل رهيب يوسف النصيري. نفس الكلام جواد يميق، المركز تحت رصين الحربه كان راجل بصراحه ممتاز جدا. المركز الاول ده درامز. المركز الاول مين؟ ويا رب اكون بقول اسمه صح، عثمان مغمى او معمى مش عارف يعني، انتوا صححوا لي في التعليقات بالغين ولا بالعين. عثمان مغمى احسن لاعب صاعد في كاس افريقيا اللي فاتت. ازاي ده ما راحش كاس عالم يا راجل؟ ده نواه فريق 2030. ده يعني ده تحطه كده وتبني حواليه منتخب 2030 البطوله استضيفها المغرب مشاركه مع اسبانيا والبرتغال. ازاي ده ما يروحش كاس عالم؟ ازاي ما يروحش كاس عالم؟ انا مستغرب. يعني ده يا راجل على الاقل خدوا خبرات، ما تلعبوش، خدوا خبرات، يتعلم يستلم الرايه من الرعيل القائد اشرف حكيمي ورفاقه، يستلم، وياسين بونو والناس دي. رومان سايس اظن اعتزل دوليا عشان كده ما قلتش اساميه، ما قلتش اسمه. لكن عثمان كان لازم ياخد خبرات، يروح معاهم بس يتفرج يتمرن، كان لازم، مهم جدا كان ياخد خبرات. فانا زعلت جدا على عثمان رغم ان هو ما راحش معاهم كاس عالم، زعلت جدا جدا جدا. لكن ان شاء الله في الاخر دي خيارات المدرب محمد الوهبي. وزي ما قلت المنتخب المغربي ما شاء الله مليان بالمواهب وعندهم كتير، وان شاء الله يقدروا يحققوا حاجه مهمه جدا وكبيره جدا في كاس العالم الجاي باذن الله. بالتوفيق لكل المنتخبات العربيه مش بس المنتخب المغربي. هذا كل ما لدي، مستني اسمع ردكم في التعليقات، ومحتاج اسمع في التعليقات بقى تقول لي رايك في هذه التشكيله وفي الاسامي اللي انا قلتها. لو في اسم تاني قول لي، لو في اسم انا قلته انضم وهو ما يستحقش قول لي، لو في من الاسامي دي سبب اسم زياده عن الاربعه التوب فور اللي ما انضموش قول لي. كل الكلام ده نقاش مفتوح وارد على تعليقاتكم واحد واحد. شكرا ونشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام وكل سنه وانتم طيبين.